دي خدعة استخبى فيها بمكان سري في البيك وتقتل أي حد هيصحي صاحبه من الماكينة. خدعة أسطورية. ودي خدعة اللوت الطار فخ للأعداء. ودي خدعة كمان للناس اللي بتمسك السلم. ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو اسطوري وخدع اسطورية. اكيد في ناس منكم بتلاقي في واحد مستنيهم على السلم ده عاوزين يطلعوا له من غير ما ياخد باله. كل اللي هتحتاجه تلجتين، وهتيجي في المكان ده يا جدعان وتحط التلجة الاولى في نفس المكان ده، وتركز حط التلجة التانية عشان تطلع على الاتنين وتفاجئه ومش هياخد بالك. زي ما انا هعمل كده بالظبط، طلعت على السور وعلى اول تلجة وتاني تلجة ومن ظهره جبته، واكيد هو اتخض الصراحة، ما توقعش اني اعمل كده. ودي اول خدعة. يلا نشوف الخدعة التانية. الخدعة التانية هو فخ للعداء، وهو اللوت الطار. زي ما انت شايف كده هتحتاج عربية تقف فوقها وتنزل كل اللوت اللي معاك، وهتحتاج كمان حاجة وهي اللغم عشان تحط وسط اللوت ده، عشان اي حد يجي يلوت اللوت ما ياخدش باله واللغم بيضرب فيه ويفرقع فيه. زي ما انت شايف كده اللوت بان قدامه، واكيد اي حد هيشوفه هيجري عليه عشان ياخد اللوت ده. واول ما يروح له اللغم هيضرب فيه زي ما انا هعمل كده. لو عدى حتى من تحته هيضرب فيه. اخر خدعة معانا، وخدعة دي اسطورية يا جدعان، في البيك وفي وسط البيت اللي في البيك هتحتاج لانش باد. هتحطها في المكان ده يا جدعان، وهتركبها وتنزل منها، هتلاقي نفسك دخلت جوه الحيطة زي ما انت شايف كده، وتنتظر اي حد جاي للماكينة وتطلع له وتفاجئه. ناديت على صاحبي برضو عشان يجرب معايا وندخل ونستخبى ان هو في نفس المكان. زي ما انت شايف كده يا جدعان، انا دخلت الاول وبعدين هو دخل وهيجرب تاني، ودخلنا زي ما انت شايف كده محدش هيقدر يشوفنا. قلت له اضرب بقى عشان لو حد يجي يسمع الضرب يجي. وبالفعل يا جدعان جينا اول ضحية واول ضحيتين زي ما انت شايف كده. طلعت له على طول فاجئ الصراحة يا جدعان، ووقعته عمل سونيا وصاحبي جابه بكل سهولة. دي خدعة أسطورية يا جدعان. وصلنا لنهاية الفيديو. سلام.